السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال، نتوما وحبابكم وكل ما عز عليكم. مرحبا بكم في قناه غوسيت خاوله. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن حليوه سهله وبسيطه ومكوناتها قلالين. ولا بقى لك واحد شويه ديال سلو فاجي ديري معايا هذه الحلوه ديال سلو مقومه رائعه وفي نفس الوقت سهله وبسيطه. وقبل ما ندوزو المكونات غادي نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وندوزو دابا الحليوه اللي كي قلت لكم سهله وبسيطه واقتصاديه وفي نفس الوقت كيجي فيها واحد المذاق رائع. يعني داك السلو كيطلق واحد اللذه وواحد المذاق ديال انها الحلوه تكون بحال مقومه، بحال دايرين فيها شي حاجه كثيره وهي بسيطه وسهله. وكي كتشوفوا راها كتجي هشيشه، انتم غادي تشوفوا الحليوه كي كلها كتفرتت هشيشه ومعلكه ورطيبه. المهم نعيا ما نشكر فيها ما نوفيهاش حقها. حليوه سهله وبسيطه رائعه، تقدروا تشكلوا فيها اشكال مختلفه. انا درت هاد الشكيلات هادو وانتم تقدروا تزيدوا ديروا شكيلات اخرين، تقدروا تطبعوها بالطابع نتوما وشنو اللي بغيتوا. وندوزو دابا الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير فكنحتاج واحد زلافه ديال سلو. خلاص السلو راه ديال الدار مقوم على حقو طريقو باللوز والزنجلان وقوامه كامل. هاد العام ما كتبش انني نصورو معكم، ولكن ان شاء الله عقبال ايمان اخرى ان شاء الله نصوروه. كنحتاج كذلك زلافه عفوا كاس ديال السكر سنيده، نصف كاس ديال الجنجلان، نص كاس ديال الزيت النباتي. بالنسبه للعبار فالكاس ديال العنبه. عندي كذلك هنايا واحد الخماره، وعندي واحد السكر بالنكهه ديال المزهر، وخلاص واحد البيضه، 125 غرام ديال الزبده. من الاحسن الزبده جبدوها قبل باش تسهل عليكم في الخدمه. انا هنايا ما كانتش يعني كانت في الثلاجه شويه عذباتني في الخدمه باش تحل وتنسجم مع المكونات اخرى، خدات وقتها. يعني من الاحسن خرجوها قبل. صافي هنا كندير السنيده وكندير الزبده ورشه الملح وكنخدمهم مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجموا لينا. بالنسبه للزيت غتلاحظوا بانني درت غير نصف كاس من الاحسن، لانه سلو راه فيه الزيت ديالو، فيه يعني المكونات اللي فيه كيطلقوا ليدام ديالهم، فيه الزبده. من الاحسن ما تكثروش ليدام، ديروا غير نصف كاس بركه زائد ديك 125 غرام د الزبده. راه هي هذيك كتجي حليوه غزاله وما كتجيش ميدمه بزاف. بالنسبه في حاله ما بقاش لكم سلو يعني ما كاينش سلو باش تقدروا تعوضوه، كتعوضوه بشويه ديال اللوز، شويه ديال الزنجلان. يعني كتحسبوا زلافه مخلطه بين اللوز والزنجلان، اولا ديروا كاوكاو. يعني حتى كاوكاو راه كتجي بحال ديك الحلوه ديال الهلال اللي معروفه كدار بكاوكاو. راه كتقدروا تعوضوا ديك الزلافه ديال سلو بزلافه ديال كاوكاو مثلا، وخلاص الزنجلان شويه الزنجلان. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار ديروا فيها اللي بغيتوا، ولكن انا عطيتكم المقادير ديال سلو. يعني اللي كتخدميها بسلو كتجي رائعه. يعني نشكرها ونعاود صراحه كتستاهل، لانها رائعه في المذاق ديالها وفي هذا سميتو مشات لي الكلمه زعما القوام ديالها. ها انا لقيتها، القوام ديالها كيجي رائع شيشه وفي نفس الوقت معلكه. ديك التعليكه ديال سلو والهشاشه خلاص ديال الزبده وديال المكونات. صافي بالنسبه للطريقه كتخلطوا خلاص الزبده مع السنيده ورشه الملح حتى كتنسجم. من بعد كتضيفوا ليها الزيت وكتخلطوا مزيان، وكتزيدوا ديك الحبه ديال البيض، وكتزيدوا النكهه ديال المزهر اولا عفوا ماشي النكهه، السكر بنكهه المزهر. تقدروا تعوضوه بالفاني، تقدروا ديروا الحامض مثلا، قشور المهم نتوما النكهات دائما كيبقاو حسب اختياركم. غير هذه كتبقى حلوه تقليديه فيها المذاق ديال السلو، فيها المذاق ديال اللوز، الزنجلان، حبه حلاوه، النافع. يعني كاع المكونات اللي كيكونوا في السلو راه غيكونوا فيها. داكشي علاش من الاحسن ديروا ليها شي نكهه تقليديه بحال شكل ديال المزهر، اولا نخليوها نوتر كاع ما نديروا والو ماشي مشكل. صافي هنايا كنضيف داك الزلافه ديال سلو، كنضيف الزنجلان. ما كثرتش منه، درت غير نصف كاس لانه راه كاين في سلو وكاين بكميه كثيره يعني ما كاينلاش. صافي غنضيف ديك الخماره اولا الخميره الكيماويه، الوزن ديالها 8 غرام. ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق حسب الخليط. انا هنا هزات ليا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اولا الدقيق ديال الفورس، ولكن نتوما دائما ديروا 2 كيسان وبداو الثالث تزيدوه بشويه بشويه. عفوا ماشي 3 الكيسان، هزات ليا 3 الكيسان وربع.
يعني القياس اللي انايا هزات ليا في هذا النوع ديال الدقيق هذا. ولكن تقدر تهز لكم 3 د الكيسان اولا 4 اولا غير جوج ونص حسب درجه الامتصاص ديال كل نوع ديال الدقيق. صافي هنايا كي قلت لكم 3 د الكيسان وربع بالضبط. كنخلط، ما كتحتاجش زعما الدليك ولا العجن، غير كتخلطوا حتى كتنسجم ليكم العناصر اللي عندكم وصافي وكتحبسوا. الا وصلتوا معايا لهنا فما ننساش نقول لكم الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم، اشتركوا عندي، ضغطوا على الزر ديال الابوني، سبسكرايب، اشتراك بحسب اللغه نتوما اللي مفعلين بها اليوتيوب، وضغطوا حتى على الجرس اللي حدا باش كيتفاعل ويوصلكم كل جديد. الف مرحبا بكم. وكذلك ما تنسوش تخليوا لي جيم، لايك، اعجاب والتعاليق ديالكم اللي كيزيدوا يشجعوني. شكرا لكم. صافي هنايا بديت كنضيف الدقيق شويه بشويه. دائما الدقيق ما تجيوش وتزعموا فيه لانه كيغدر. شي مرات كتبان لكم الحلوه راها جاريه كتجيو تزيدوا كميه كثيره الدقيق كتقصح لكم، وفاش كتقصح العجينه راه حتى الحلوه كتجي قاصحه وما كتجيش هشيشه. داكشي علاش الدقيق حاولوا ما تكثروش فيه، وفي نفس الوقت ما تخليوش هكذاك يعني تكون خفيفه بزاف، لانها غير غتدخل الفران وغتسيح، ما غاديش تبقى شاده لكم لا فورم اللي نتوما درتوا ليها، فغادي تسيح لكم وتخسر. دائما الدقيق كي قلت لكم شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام اللي خصو يكون. هنايا باش ما تنشفش لينا العجينه فخديت غير واحد القياس وخبيت الاخر بالبلاستيك هكذا كنحتاجو، وكنعاود نهز القياس شويه بشويه باش ما تنشفش ليا. وغنبدا ندير في الشكيلات. غادي ندير 3 الشكيلات، اسهل منهم ما كاينش. هنايا درت الحلوه ديال بحال الشكل ديال الهلال اللي معروفه بحال شكل كعب الغزال، هذاك الشكل ديالها غنديرو، يعني راه باين في الصور موضح راسو، ما محتاجاش نشرحو. اسهل منه ما كاينش، سهل دغيا كيوجد. بغيتو ديروها غير كويورات هكذاك، المهم نتوما راه كيبقى لكم الاختيار. الاهم هو المذاق ديالها رائع ومهشيشه ومعلكه ومقومه. بالنسبه للشكل الثاني حتى هو ساهل وبسيط، كيجي بحال الشكل ديال الزواقه ديال حلوه الخليط اللي معروفه. كناخذو كنكورو على شكل كويرات بحال غريبه، وكناخذ واحد الموس وكنبدا نفلح فيها كي كيبان لكم في الفيديو. كندير بحال خطيطات هكذاك، هذوك الفليحات فاش كطيب وكنمردوها في سكر كلاصي كيجيو باينين وكيجي المنظر ديالهم زوين. المهم الطريقه سهله بزاف وبسيطه. انا كندير دابا المونتاج وكنتفرج في الفيديو الصراحه وكنشوف كيفاش كلاتني شنيوله، ما خلات فيا حتى بلاصه، يديا كلهم كلاتهم كتحط عليا بزاف انايا شنيوله. ايوا المهم نكملوا على الحليوه ديالنا. الشكل الثالث حتى هو سهل منهم بجوجهم ما كاين ما سهل منه، هو انني كنكورها بحال الشكل د الغريبه عاديه، وكنحطها ونحط فوق منها حبه ديال اللوز او نقسم اللوزه وندير غير نص حبه اللوز هكذا، كتجينا بحال الغريبه مشقه والمذاق ديالها زوين، وكتعطي داك اللوزه كتعطي الغابيل بانها ديجا هي راه فيها اللوز لداخل اللي كاين في السلو. صافي كنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال العجين اللي عندي. دائما نخلي العجينه في داك البلاستيك مغطيه به، ونهز غير الكميه اللي غنخدم بها حتى كنسالي الكميه كامله وكندخلهم الفران. بالنسبه للفران فدرجه حراره 180، كنشعل الفوق والتحت هكذا كيطيبوا في نفس الوقت. الغريبه اللي درناها بحال الشكل د الغريبه كتشقق لينا. بالنسبه للشكيلات نتوما راه ديروا الشكل زعما اللي بغيتو، سواء ديريها كلها غريبه سواء ديريها كلها هكذا على شكل حلوه د الهلال، ولا المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا هنا نوعت. بالنسبه للكميه راه تبارك الله كتعطي كميه وفيره، يعني ماشي انها كتعطي غير كميه قليله، وخلاص الا درتي غير شكل واحد راه غادي تعطيك كميه كثيره فيه. بالنسبه للحطه ديال الطاوه فكنحاولوا نبعدوا بيناتهم لانهم فيهم الخماره فكيزيدوا يعني يكبروا لينا في الحجم ديالهم. صافي وكندخلوهم كيطيبوا حتى كيتحمروا تقريبا واحد 10 دقائق، ماشي كيتحمروا غير كيدهبوا، لانهم اصلا اللون ديالهم كيجي ذهبي بسبب داك السلو اللي فيهم، فما تخليوهمش يفوت فيهم الطياب ويقصحوا لكم، غير يتحمروا كتخرجوهم دغيا. صافي هنا عندي سكر كلاصي اولا سكر ثقيل سبيسيال، يعني داك المزيان باش يبقى ثابت لكم على الحلوه. كناخذوا الحلوه ديالنا ديال بحال الهلال كنمرمدوها فيه، لا هي ولا الاخرى اللي فلحناها اللي جايه بحال الشكل ديال حلوه الخليط. صافي كندوزوهم فيه ونحيدوهم، نخليو هاد العمليه ما نديروها حتى كتبرد لينا حلوه هكذا. كنضمنوا ان السكر كلاصي ما يفزكش لينا فوق هذيك الحليوه.
وهانتوما كتشوفوا الشكل النهائي معايا كي كيجيو رائعين. وشوفوا الحلوى كيفاش هشيشه ومعلكه كتذوب في اليد قبل ما كتذوب في الفم. زعما رائعه، غير جربوها على ضمانتي، اكيد غتعجبكم وغتولي معتمده عندكم ان شاء الله. كل عيد تعزلوا واحد شويه ديال السلو باش تصايبوها. صراحه رائعه وزوينه وفي نفس الوقت مفيده، يعني فيها القوام ديال السلو، راه كتجي غنيه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم، فما تنسونيش بلي لايك ديالكم، الاعجاب او جيم، وكذلك التعليق ديالكم اللي كيزيدوا يشجعوني. شكرا بزاف لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. خليت لكم الراحه، في امان الله وحفظه ان شاء الله.